إنا لله وإنا إليه راجعون. مات الدكتور حازم شومان. يا عم بطلوا الكآبة اللي انتوا فيها دي، الراجل طلع كويس وزي الفل و100 فل و14 وكمان عمل لايف بعد ما طلع من العيادة المركزة. انتوا كده عاوزين جنازة وتشبعوا فيها لطم، اعوذ بالله منكم يا اخي. ربنا يبارك في عمر الدكتور حازم شومان ويرفع قدره ويحفظه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، ويستعمله في هذه الدنيا في طاعته. بس انا عاوز اقول لك حاجة، يا اللي عملت بوست وكتبت ان الدكتور حازم شومان مات إنا لله وإنا إليه راجعون، حرام عليك. والحرام اللي انت عملته ده مش حرام واحد بل حرامين. عيب لما تكون انت راجل مسلم وتكتب بوست وتكذب على ربنا وتكذب على الناس وتفتري على الراجل وتقعد تنشر كلام ليس له اي وجه من الصحه ابدا، بس عشان انت شفته نام على السرير في العنايه المركزه فخلاص بقى من الاموات. ما يمكن انت تموت قبله يا عم الحاج. كم من المرضى عاشوا سنين طويله جدا اطول مني ومنك كمان، وفي ناس كتيره جدا صحتهم زي البومب ماتوا تحت في التراب دلوقتي وهم في عز شبابهم. فعلا الراجل ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك صحته زي البومب، اللهم بارك اللهم احفظه يا رب العالمين. انت تعرف ان عقوبه اللي انت عملته ده ايه؟ اللي عملت البوست المكذوب عن الدكتور حازم شومان ان انت قلت ان هو من الاموات، وما كذبت الكذبه دي وانتشرت الكذبه زي الطلقه وزي النار في الهشيم وكل الناس بتعمل شير، انت خدت ذنب كبير عظيم وعقابه اول ما تموت. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الراجل ده اللي عمل الكذبه دي ونشرها زي الخطاف. عارف الخطاف بتاع اللحمه اللي بيعلقوا فيه عزكم الله الخرفان عند الجزارين؟ ايوه الخطاف ده اللي عامل زي الشنكل ده. بعد ما يموت عقابه ان الكلوب ده هيجي ناحيه الشفه اليمين، الخد اليمين ده، ويتشد لحد القفا فالجلد يتقطع والوش يتقطع، ويجي الناحيه الثانيه ناحيه الشمال يقوم جايب الكلوب ده شادد ناحيه الشمال ويقوم لحد القفا. اول ما يخلص تلاقي الناحيه الثانيه التئمت، يقوم راجع الناحيه دي عامل كده، دي التئمت يقوم وهكذا شغال الى قيام الساعه. النبي صلى الله عليه وسلم سالوه يعني هو عمل ايه عشان يتعاقب العقاب ده؟ قال ان هو بيقول الكذبه فتبلغ الافاق، اشاعات مغرضه وكلام مكذوب وبوستات بتتكتب ومنشورات بتتنشر وكله عمال يعمل شير. كل واحد ما تاكدش من الخبر ده حتى لو انت مش كاتب البوست وانت نشرته فانت برضو عليك ذنب كبير جدا. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما تنشرش ولا حديث ولا آية ولا أي حاجة في الدين ولا أي خبر إلا لما تتأكد وتتثبت إنه صحيح. ده كده الحرام الأول. خد بقى الحرام التاني ده وده شديد برضو. قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انت أذيت ناس مسلمين ناس مؤمنين. مين هم الناس المؤمنين والمسلمين دول؟ أهل الدكتور حازم شومان. أمه لما تسمع حاجة زي كده فتنضر نفسيا وعصبيا وتسمع ان ابنها مات وهو عايش، فقولوا على الراجل ابنها حرام عليكم. يعني انت ما ترضاش لنفسك ان انت تبقى قاعد كده وامك تسمع خبر وفاتك، هتتوجع ويمكن تموت وتجي لها سكته قلبيه. غير بقى ان عنده زوجه وعنده اولاد وعنده قرايب وعنده اخوات، فكل واحد سمع الخبر ده. انا اول ما سمعت الخبر الصراحه يعني انزعجت جدا، وانا يعني مش قريبه، فما بالك بقى باللي قرايبه جدا وملتزمين بيه، امه واخواته دول اكيد انضروا ضرر شديد جدا وزعلوا وجالهم كآبه. فانت السبب في ذلك. حذاري ان انت تؤذي اي مسلم سيقتص منك يوم القيامه، ولا غير مسلم حتى. قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، لم يقل وقولوا للمسلمين حسنا، وانما لكل الناس. انتقي كلماتك، اتعامل معهم باسلوب كويس. انا لو منك الصراحه بعد ما طلع الراجل ما شاء الله اللهم بارك وعمل لايف اندفن في التراب، مش عارف ازاي هتواجه الناس بشكل انت فيه ده. عيب. اتقوا الله عز وجل في كلامكم واتقوا الله عز وجل في منشوراتكم اللي بتنشروها علشان هتتسألوا عنها يوم القيامه. اما بقى دكتور حازم شومان فاسال الله عز وجل ان يرفع قدره في الدنيا والاخره، وان يقبضه وهو راض عنه، وان يستعمله في طاعته، وان يمد في عمره، وان يجعل ما بقي من عمره في خدمه هذا الدين ونشر الكتاب والسنه. اللهم امين. لو انت بقى بتحب الدكتور حازم شومان او اتعلمت منه اي كلمه او معلومه او في موعظه اثرت فيك او هو غير اتجاهك كنت ماشي غلط شمال وخد بايدك، فالله يكرمك ادعي له تحت في التعليقات دعوه حلوه من قلبك، واعلم ان هناك ملك موكل بيقول لك امين ولك بالمثل لو انت دعيت له بظهر الغيب. ويا سلام بقى لو تدعي لي دعوه انا كمان كده، لو انت يعني عاوز تدعي لي حلوه الدعوه دي، هتلاقي برضو نفس الملك هيقول لك امين ولك بالمثل. يا عم ادعي لي كده وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. شفت كنت هنسى اقول لك ان في اول تعليق تحت الفيديو هتلاقي اللينك بتاع القران الكريم وبتاع اذكار الصباح والمساء، هتخش تنزله عندك وتقراهم منه، مفيد جدا. وتاني هقول لك صلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.